السلام عليكم. مساكم الله بالخير، أو بالأحرى مساكم الله بالخير. إخواني، قبل هالمرة أنا تكلمت على الرفة وضربة الجناح، وش الفرق بين الرفة وضربة الجناح. فالرفة دائما أقول إنها تجي سريعة، تتميز فيها الحمام اللي تفرد بلون جميل، نظام التفريد. وهذه الرفة يعني تكون بطرف الجناح، دائما تصير بطرف الجناح، غير ضربة الجناح اللي تصير بنص الجناح عن طريق الأكواع. فالرفة تنقسم إلى قسم آخر اللي هو يسمونه طيار التنزز. تكون ضربة رفة سريعة جدا، طيار الطير عقب يسمر، يضم الجناح سكون، يوفر عليه أكسجين، يكون تعبان، عقب يرد مرة ثانية يرف، بس ياخذ أكسجين يرف. لأن الرئة بالنسبة للحمامة هي عبارة عن رئتين، رئة أمامية ورئة خلفية. الرئة الخلفية هذه تعبي هواء وتغذي الأمامية، والأمامية يستعملها الطير في عملية التنفس، ونفس الوقت الهواء اللي داش للرئة الخلفية يعبي على هالطريقة هذه، بحيث أن الطير يطير مسافات طويلة. لكن يعني تي فترة يتعب، وظروف الجو هم ما تساعد أحيانا، إذا كان الأكسجين مو كافي بالمنطقة اللي هو طاير فيها، ولا نسبة رطوبة فيها، أو فيها حرارة زايدة. فإلى جانب الإجهاد اللي يحوش الطير، تشوفون الطير هذا مبطل منقاره، فيريح بطيار التنزز، قصدي برفة التنزز. رفة التنزز تصير رفة سريعة عقب سكون عقب رفة. حبيت أنوركم على هالرفة هذه اللي تندرج تحت الرفة، مو تندرج تحت ضربة الجناح. ضربة الجناح لا، فيها بطء، فيها حركة جميلة، وخفق يخفق فيها الطير، ويعني فيها جمالية أكثر. ونفس الشيء فيها، يعني فيها نظام تفريد، لكن تفريد بطلعة كاملة، غير التفريد بالنسبة للرفة اللي إذا كانت من طرف الجناح تكون تفريد نظام شطفة، يشطف يرف رفة سريعة يردها، يشطف يرف رفة سريعة كذا، قصدي كذا رفة عقب يردها. فيها جمالية وفيها شيء حلو، وبناء على اللوت اللي لوت الطير طبعا، وتتميز فيها الحمام اللي تتميز باللوت الجميل هذا. حبيت أنوركم على هالنقطة، بارك الله فيكم. والطير هذا طبعا أنا حطيت الزاج على أساس القصد منه بس طريقة الرفة، يعني شلون تبينها، ولا ما متوفر طير لوات يسوي لي الشكل، مو متوفر له فيديو قصدي. وإن شاء الله تقبلونه إن شاء الله، بدون يعني نقد ولا بدون إيش. بارك الله فيكم.